والآن مع المفاجأة. يلا يا ياسر سمع عمو. انا عندي بس رد بقى على الكابتن احمد عفيف. كابتن، هي لو مسرحيه فهي مسرحيه على الكل، وانا تاريخي كزمالك برضو لا، حصل مجاملات كتير لنادي الزمالك. انت عايز اكتر من ان حسن عامر رئيس نادي الزمالك يبقى اخو عبد الحكيم عامر اللي هو كان الرجل رقم 2، الرجل رقم 2 في مصر. عبد الحكيم عامر اخوه كان حسن عامر هو رئيس نادي الزمالك. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في اكتر من 10 سنين مثلا. انت بتتكلم من 62 لحد 73 تقريبا او حاجه زي كده، من اول الستينات لحد منتصف السبعينات او ما يقارب من منتصف السبعينات. انت بتتكلم حسن عامر وعبد الحكيم عامر هتتكلم على مرسي عطله مثلا، هو كان يعتبر ماسك وكاله الاهرام وهو في نفس الوقت رئيس نادي الزمالك. ولا انت هتتكلم مثلا على حيدر باشا اللي ترأس نادي الزمالك وكان رئيس نادي الزمالك لمده 30 سنه، وهو كان وزير حربيه في يوم من الايام، وكان رئيس الاتحاد المصري اتحاد الكره في يوم من الايام، ووكيل اتحاد الكره المصري في يوم من الايام. السكندري لما هبط لغوا الهبوط ليه يا كابتن؟ يعني دلوقتي الاتحاد بيتجامل والاسماعيلي بيتجامل ومودرن سبورت بيتجامل، ليه دايما السبورت محطوط على الاهلي يا كابتن؟ احنا ذات نفسنا بنتجامل عادي جدا. انا اللي انا مقتنع بيه، انا لا معترف بمؤامره ولا مظلوميه. بصوا يا جماعه من الاخر، فجوه البطولات وجاب البطولات ما بين الاهلي والزمالك والاسماعيلي او ايا كان، دي الفجوه الطبيعيه. كله بيتجامل، ده بيتجامل وده بيتجامل، ده تجامل تحكيميه وده تجامل تحكيميه، ده ليه لقطات تحكيميه وعليه لقطات تحكيميه وكله كده. فاي حد بيدخل المؤامرات والمظلوميات في الموضوع فده شخص بالاخر كده بيحاول يقلل من انجاز الاخر. دي من وجهه نظري، ويا ريت محدش يزعل. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ دوسي لايك، اعملي شير. ناقص تقول لي فعال الجرس.